وزارة التكوين والتعليم المهنيين تم تكوين مجموعة من المبدعين على ولاية كيكدا من ولاية كيكدا، مبدعين في مجال السياحة وبالأخص في مجال الترويج السياحي انطلاقا من الشهادة المتحصلة عليها وتسجيلهم عبر المنصة. اليوم نشاهدوا هذا المرشد السياحي بولاية كيكدا. احنا اليوم نقولوا في منح الترويج لما يجب ان يروج له، لكن اليوم راهي مسؤوليه ماذا بينا دونك نفضلكم. كاينه مسؤوليه، انتم جنود لهذا الوطن، يعني لازم دونك نفضلكم كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو. حاول هي منح كفاءة لأصحاب خاصة الناس اللي كانت تخدمها بجانب تطوعي. اليوم كاين الوكالات ديجا راهي موجودة، مرشدين، كاين حتى مروجين راهم موجودة، يعني تأطير يعني عدد مهم في مجال الإرشاد السياحي. هذه الشهادة في إرساء ثقافة الإرشاد. اليوم رانا متواجدين بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة في المناطق العدلية بامتياز. واش من لأنه هي اليوم أشرف قطاع التكوين والتعليم المهني لولاية كيكدا على تخرج يعني أولى الدفعات يعني في الخاصة بمرشدين السياحيين، وهذا جاء بعد يعني إمضاء البروتوكول بين قطاع التكوين والتعليم المهني ولاية كيكدا وقطاع وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة السياحة والصناعة التقليدية. أشرفنا اليوم على تخرج أول الدفعات طبعا للناجحين، التي تأتي طبعا هذا المسعى يأتي لتسوية وضعية المرشدين السياحيين لولاية كيكدا، وبلغ عددهم 246 يعني متخرج ناجح.